هو طبعا محسن عرفنا عنه كل حاجه، مثقف، الواعي، الصديق، المخلص، كل حاجه. فاضل حاجه واحده بس ما يعرفش عنه، محسن شوقي الاب. اكيد زي ما كان شخص وصديق ومثقف عظيم، اكيد هو اب عظيم، لكن برضه عايزين نعرف ايه علاقته الابوه وازاي كان بيمثل بالنسبه لاحمد محسن شوقي. اتفضل يا احمد. بسم الله الرحمن الرحيم. بشكر حضراتكم على الجمع العظيم ده. طبعا اي حد بيفتقد والده بتبقى بالنسبه له مصيبه كبيره في حياته. فانا بالنسبه لي افتقدت والدي وصديقي وحبيبي، ومش اي صديق، هو الصديق المؤدب المثقف المحترم. وده مش بقول عليه كده عشان ابويا، ده وجهه نظر الناس فيه دايما. يعني عمري في حياتي ما سمعت عن حد مثلا قال على ابويا كلمه وحشه. اروح في اي حته الاقي الناس دايما بتمدح في والدي. ده كان شيء عظيم بالنسبه لي. يعني اهم حاجه ابويا سابها لي في حياتي هي السيره الطيبه. فان شاء الله احاول احافظ على هذه السيره الطيبه، ودايما اجتهد ان انا اخلي سمعته كويسه دايما بين الناس باعمال انا. فبالنسبه لوالدي كان دايما اب مثالي. يعني عمري في حياتي مثلا ابويا ما ضربني ابدا. في اي مشكله لا نحلها، نحاول نفهم، نقعد نتحاور مع بعض كده. دايما يحاول يفهمني كل حاجه. يعني دي الحاجه دي كذا ودي كذا ودي كذا. كان شخصيه جميله جدا، احب اقعد معاه دايما استمع لاحاديثه. يعلمني ازاي ان البلد دي محتاجه لثوره ثقافيه تغير من تاريخها وتغير من مستقبلها. حتى لو الثوره قدرت ما نجحتش او ما حصلتش في الوقت ده، او في مثلا الحكومه مش هتسمح بكده قوي، ممكن يبقى الوعي، نغير من وعينا. الوعي لو اتغير الدنيا تقدر تقوم والدنيا تبقى احسن. وكان احن انسان بالنسبه لي، سواء ليا او لحتى كل قرايبي، اعمامي وولاد اعمامي وكل دول. الصغير والكبير دايما بيديله اهميه، يعني ما يتهمش الصغير ابدا. الفاهم او المش فاهم، يعني البني ادم مثقف او البني ادم الجاهل، لا يحاول يسمع الاثنين وينزل بالمستوى البني ادم مثلا اللي على قده ويتفاهم معاه ويتحاور منه ويحاول يفهم منه، يحسسه ان انا اللي بفهم منه. طبعا الله يرحمه ويجعله من اهل الجنه. وانا ما عنديش فصاحه في الكلام ومش هقدر اقول اكتر من كده فعلا. دايما بحاول ادعي له ان ربنا يغفر له ويرحمه ويجعله من اهل الجنه، وما نقولش غير اللي يرضي ربنا سبحانه وتعالى. انا لله وانا اليه راجعون. واشكركم جميعا على الحضور.